معانا الكابتن عادل القيعي. كابتن عادل القيعي. ايوه يا فندم. كابتن هادي. اهلا وسهلا يا كابتن عدلي. احنا مراسلنا احمد السيد في النادي الاهلي بيتكلم على يعني الدور اللي قام به اداره التسويق، رغم ان في وسائل اعلاميه بتهاجم هذا الدور بشكل او باخر، لكن هو وضح من خلال مداخلته ان مفيش اي نوع من التحقيقات داخل النادي الاهلي في هذا الخصوص، لان الموضوع تم يعني بشكل جيد جدا، فاضل الجزء المالي وده ليه اجراءات الطبيعيه بتاعته. كابتن هادي عيب قوي قوي، يعني ان يجي يوم نلاقي نفسنا بندافع، يعني عيب، يعني لا تحقيقات ولا كلام فارغ من ده، مش ده المهم. المهم ان انت اكتر واحد كمان عشت معايا خطوه بخطوه في كل تفاصيل هذا الامر، يعني صحيح يا كابتن عادلي، صحيح. حجم المجهود اللي اتبذل عشان الفرقه تسافر وتطلع في 5 ايام يتعمل لها كل هذه الترتيبات الفنيه والاداريه وحتى الماليه اللي حصل لها بعض الارتباك نتيجه ان الظروف التسويقيه لمنظم الرحله ما كانتش على القدر اللي يسمح بالالتزام في حينه. برغم هذا احنا تعلم كتفناه وكتبناه ضمانات شكلها ايه، وان هو يشرع الان في تنفيذ التزاماته بالكامل، لكن مش هو دي القضيه. انا عايز اسالك يا كابتن هادي، اتفضل كده. قبل السفر العروض اللي كانت وصلنا، احنا كنا اتفقنا في لجنه الكوره الاولويه لعرض راس الخيمه، صح ولا غلط؟ تمام يا كابتن. تمام. وكلمنا الدكتور انديل وكلمنا خالد الخشاب على مدى 3 ايام من 18 و19 و20، كل يوم يقولوا بكره هتجيلكم التاشيرات والتذاكر انت وكابتن هادي والعقد وجدول المباريات، صح ولا غلط؟ تمام يا كابتن عادلي. ال3 ايام دي جالنا حاجه فيها يا كابتن هادي؟ كابتن عدلي، انا يعني يمكن عايز اوضح للساده المشاهدين يعني ان الكابتن عادل القيعي كان له دور كبير جدا في اي انتقالات اي لاعبين جوه النادي الاهلي، وايضا بيبقى ليه دور كبير جدا ان هو مدير التسويق في النادي الاهلي، فليه دور كبير جدا في اي معسكرات خارجيه لازم تبدا وتنتهي من الكابتن عادل القيعي. فهو طبعا الكابتن عادل القيعي في يمكن بعض الشركات كانت بتحاول ان هي يعني تستضيف النادي الاهلي في دبي، يعني في واحده كانت في راس الخيمه وواحده اخرى اللي هي كانت في دبي، وتم الاتفاق بينهم يا كابتن عدلي على نوع من الشراكه بينهم في المعسكر. ده احنا وصلنا ليه، لكن انا بتكلم قبل السفر. نعم. القرار ان احنا نطلع راس الخيمه 3 ايام يا كابتن هادي، انتظرنا العرض بتفاصيل المباريات، وانت اخر يوم اذكر يوم الثلاث كلمت الدكتور انديل وسالته سؤال مباشر، ما جالناش التذاكر، ما جالناش التاشيرات، قال لك لسه بنجهزها. قلت له كما ابلغتني وابلغت الكابتن حسن، طب الماتشات ايه؟ قال لك انا مستعد لسه انظم لكم يا دوره يا ماتشين. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ هو تم الاتصال فعلا من النادي الاهلي بالدكتور انديل هناك، وما كانش لسه ترتيب المباريات كانت واضحه عنده، ما كانش لسه في ترتيب مباريات واضحه عنده غير مباراه راس الخيمه اللي هي مع فريق الامارات. طيب اذا ما كانش عندك، هل كان عندك من الدكتور انديل عرض انه ينظم لنا ماتش في ابو ظبي تحت رعايه حاكم ابو ظبي وماتش في دبي تحت رعايه حاكم دبي، وبالاضافه الى ماتش راس الخيمه؟ انا شخصيا ما كانش عندي، انت كان عندك هذا العرض؟ كابتن عدلي انا بس انا بقول لك، انا عايزك تقول السيناريو الطبيعي اللي ماشي معاك. سؤال، لان هو طلع قال انا كنت باعت عايز انظم لهم 3 ماتشات، فهل جاءنا اي مستند بيقول انه هو بعت يقول في ماتش في ابو ظبي وماتش في دبي وماتش في راس الخيمه ال3 تحت قياده حكام الامارات؟ لا، ما انا بقول لك يا كابتن عدلي، لغايه اخر وقت ما كان في الترتيب للسفر ما كانش في حاجه واضحه في هذا الشأن. اذا ما عندناش اوراق خالص في هذا الشأن، غير انه قال انا في الاخر خالص قال ممكن اخد ماتشين ب 320,000 دولار، لكن ما حددش الماتشين لا تاريخهم ولا اطرافهم. لا، انا عايز اعرف يا كابتن عدلي الدور اللي حضرتك قمت بيه هناك، يعني مني انا مش جاي استعرض دوري انا، ده لا يعنيني انا. دوري انا واخد بالك، مش هو دي القضيه. انا دوري انا راجل لسه هقول دوري ايه، انما انا بتكلم على التفاصيل، لان لما يطلع على الهوا يتقال هذا الكلام
حد فينا بيقول حاجه مش حقيقيه، يا احنا يا هو. هو بيقول انه بعت لنا عرض واحنا فوجئ ان احنا ما خدناش العرض ورحنا لشركه ثانيه. انا بس بفهم الناس كيف صارت الامور. وانت كنت معايا في تفاصيل يوم بيوم. تمام. لحد يوم الثلاث كان كل التفاصيل موجوده عند الشركه بتاعت الالماني بتاعت رؤوف زيتون، واللي احنا كنا حاطينها رقم 2. الكلام ده مظبوط ولا غلط؟ كابتن عدلي، انا لو في حاجه انت قلتها غلط انا هقول لك كابتن عدلي اللي انت قلته ده من وجهه نظري ده مش مظبوط، فطالما انت بتسترسل في الحديث فانا معاك مكمل معاك في الحديث يا كابتن عدلي. اتفضل. ودي عشناها خطوه بخطوه. اجتماع لجنه الكره واحنا اللي قلنا عايزين نبدا بعرض راس الخيمه، لان في دعوه كريمه من حاكم راس الخيمه. اشتغلنا على هذا الكلام واجلنا العرض الثاني يوم 2 3 لحد يوم 21. مفيش اي تفاصيل بماتشات جت لنا من الدكتور قنديل او من خالد الخشاب قائمين على تنظيم المعسكر. كلمنا الدكتور قنديل عن طريقك، وانا كلمت خالد الخشاب وقلت لهم لحد بكره اذا ما جاتش التاشيرات وجاء جدول في مباريات هنضطر ننظر الى العرض الاخر. ثاني يوم لم ياتي شيء. في الصباح بعد الظهر كلمنا الكابتن حسن وانت اتصلت بيه وانا اتصلت بيه ونقلنا له الصوره بالكامل. قلنا له دلوقتي في 2، العرض الاولاني ما فيهوش تفاصيل، ما جاتش تاشيرتي انا والكابتن هادي عشان نروح نعاين الملاعب والاقامه ونفعل العقود. والعرض الثاني بتاع رؤوف زيتون وهو جايب ماتش يوم 2 وماتش يوم 5 وماتش يوم 9 وتاشيرته جاهزه والتذاكر جاهزه، ممكن نسافر بكره الصبح. وكان قرار الكابتن حسن خلاص الجاهز روحوا له، وفي نفس الوقت بصوا برضو على العرض الثاني. سافرت انا وانت ورحنا، وتاني يوم الصبح رحنا نزلنا في الفندق اللي هتنزل فيه الفرقه وعيناه ولقيناه مناسب جدا، ورحنا الملعب اللي هنتمرن فيه ولقيناه مناسب جدا، وانت نزلت ودوست على النجيله وشفتها، وطلعت انت الجيم وطلعت المركز الصحي واطمنت على كل الاجراءات، وخدنا بعضنا ورحنا على راس الخيمه على بعد 100 كيلو عشان برضه نعاين المعسكر الاخر. في الاثناء دي كلمونا من مصر قالوا لنا ان جاء ورق تحويل ب $300,000 من رؤوف زيتون. قلت للسكرتيره روحي اديها للحسابات وانا في دبي وهي في مصر، ولو كان هذا الكلام مظبوط يبقى فعال العقد، لان احنا مأجلين تفعيل العقد على تحويل الاموال. كلمتني قالت لي خدوا مني الاستمارات وقبلوها، وانا رؤوف عايزها علشان يقدر يحجز التذاكر ويعمل الاجراءات. ورغم كده لما لقينا ملعب راس الخيمه مناسب ومعسكر راس الخيمه مناسب، رجعت انا وانت والدكتور قنديل وخالد الخشاب على دبي، واجتمعنا مع شريك رؤوف زيتون اسمه جاسم، وقعدنا للساعه 1 لحد ما فرضنا عليهم ان يتنازلوا عن الماتش الثالث لصالح دكتور قنديل انه يتعمل في راس الخيمه، وكتبنا العقود والمسوده بتاعتها عندي بخط ايدهم، وتاني يوم بيضوها واتكتبت وانت كمان مضيت عليها كشاهد. الكلام اللي انا قلته ده هو ما حدث. انا معاك يا كابتن عدلي، كل الخطوات دي انا معاك فيها، اتفضل كمل. لا بس خلاص. طب حضرتك يعني ايه حضرتك الاساءه اللي انت شايفها من وسائل الاعلام تجاهك يعني، او تجاه الموقف بتاع النادي الاهلي؟ ايه اللي حصل يعني؟ هل في اساءه في حاجه دلوقتي؟ لكن ان انا عن طريق الدكتور قنديل ان فوجئ بالعك مع احد القنوات الفضائيه، وقال لهم ان في عك والمعسكر، وانا كنت جايب لهم ماتشات في ابو ظبي وفي دبي وعلى اعلى مستوى مع الشيوخ حكام الامارات، وقال له مين اللي مضى مع الشركه الثانيه وسبب ما معناه سبب هذا العك، قال له عدل الخير. واستمر المسلسل. انا طبعا ما اتفرجتش على الكلام ده، لكن اتحكى لي بهذه التفاصيل. لحد الان انا كنت ناوي اتغاضى عن الموضوع خالص، لحد ما لقيت برضه في اصرار على هذا
هذه الاساءات اللي ملهاش من وجهة نظري يعني سبب انا فاهمه لحد دلوقتي. فقررت اذا كنت انا قررت اعمل معاك مداخله، لانك انت كنت شريك في كل الخطوات وتستطيع ان تعلم اذا كانت هذه هي ما حدثت الامور بالطريقه دي ولا لا، وتصوب عليه. بس كابتن عدلي، انا يعني مداخلتك طبعا مش عندي اشكاليه في حاجه، انا متعود على هذا الكلام طول عمري في شغلي. تمام. لكن لما تصل يعني انا اللي مضايقني كلام الدكتور قنديل مش كلام حد تاني، لان هو اولا اوحى ان احنا ما عملناش معاه جهد ان ياخد الماتش الثالث، وكان على يدك للساعه 1 واحنا قاعدين في اللوبي تحت بنعمل العقود ومسوده العقد بخط ايدهم معايا في جيبي اللي هي الاصول بتاعه المسوده قبل ما نبيضها، وانت تاني يوم لما اتكتب العقد وقعت عليه، وانا اديت لهم جواب تاني من مصر باعتماد هذه المباراه. فكان ينبغي على الاقل يذكر حقيقه، انا ما كنتش عايز منه اكتر من هذا. كابتن عدلي، انا يعني اشكرك على توضيح الحقائق، وان انت طبعا كان لازم ان انت يعني انت يبقى ليك حق الرد، وان كل الكلام اللي اتقال ده يبقى لازم يبقى يعني صاحب الشأن هو اللي يرد بنفسه ويقول الوقائع بالظبط حصلت كذا وكذا وكذا، حتى لا يكون في لبس في الوسط الرياضي. كابتن عدلي القيعي، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.